ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة. صلوا على النبي كده عليه الصلاة والسلام، واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وعشان خاطر ربنا حط اللايك قبل اي حاجة. والنهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني من فيديو حمدي ووفاء. انا لاحظت بعض حاجات كده ومش عارفين انت لاحظتهم معايا ولا لا. من البداية في الجزء الاول من حمدي ووفاء، طبعا هم عملوا مقلب في نادي معلش، في ندى. ف اللهم صل على النبي. فالمهم ان هم سابوها في البيت وان هم سافروا، ده كان الجزء الاول. وكتبوا لها جوابات وكده وقالوا ان هم سافروا، وسابوها لوحدها. وسابوا لها كل شويه يسيبوا لها جواب الغاز الغاز الغاز. اول غلطه في الجزء الاول هم لما حطوا ندى بشعرها. طبعا حمدي كان حاطط حاجه سودة كده على شعرها، بس يا حمدي والله شعر بنتك كان باين جدا جدا، وهي المفروض انها محجبه. دي اول حاجه. تاني حاجة، البنت يا عيني فضلت تدور عليهم على اساس انها فضلت تدور عليهم، واكلت وشربت، وفي الاخر ده انهارت وقعدت تعيط. وكده حمدي عمل شو جميل قوي، ان هو عمل الناس، حتى انا بقيت عايزه اعرف بقيه الفيديو ايه، او حمدي ووفاء راحوا فين. في الجزء بتاع النهارده، طبعا الجزء الاولاني ده كان مفروض ان هو بتاع الجزء النهارده ده كان مفروض ان هو اتعرض قبل الجزء التاني. بس هو حمدي فكر صح، قالك لا انا اعمل اخلي المشاهدين في حيرة، ان انا احيرهم واخليهم ان هم اي يحتاروا يعني. آه، اجيب لهم الجزء التاني قبل الجزء الاول. طبعا في الجزء التاني المفروض ان هو طبعا بيجي يحكي المقلب، وبيجي يحكي هو هيعمل ايه. والمفروض ان وفاء ما كانتش تعرف المقلب. طب ازاي ما كانتش وفاء تعرف المقلب؟ ووفاء اول طبعا محمد كان واقف يصوره بالكاميرا، وهو المفروض بينادي وفاء، ووفاء ما تعرفش فيه ايه. يعني وفاء ما تعرفش ايه هو بيندهلها ليه. اول غلطه غلطتها وفاء انها نزلت لابسه ترنجه ولابسه طرحه. تاني غلطة انها نازلة حاطة المايك، يعني على استعداد تام انها تعمل انها طالعة فيديو، وهي المفروض انها متعرفش حمدي هيعمل ايه. طيب رابع غلطة هنا عندنا ان ساعة ما لموا الشنط، لو انتوا لاحظتوا في شنط، شنطة ندى بتهيألي ما كانتش موجودة برضو. وعايزاكم برضو تراجعوا الفيديو تاني وتشوفوه. يعني معنى الكلام ومعنى الفيديو معقول وفاء هيهون عليها تسيب بنتها، او حمدي هيهون عليه يسيب ندى في تركيا وهو يسافر دبي؟ انا مش مصدقاها. حتى مهما كان محدش بيهون عليه ضناه. فانا اللي انا حاساه والله اعلم، برضو الله اعلم، هو اللي انا حاساه من كذا حاجه يعني. تاني حاجه قبل ما اقول لكم على اللي في بالي، وفاء مفروض انها بتركب جنب حمدي قدام لما تيجي تسافر في اي مكان، ده مكان وفاء. ايه اللي يخليها تركب ورا عشان تظهر في الكاميرا ومحمد بيصورها انها تعيط؟ ده انت يا وفاء ممثله جامده جدا جدا جدا. ده انا يا شيخه عيطت على عياطك. انت لو انت في بالك مثلا ركبتيش قدام ليه؟ بس انت عايزه تصوري وتباني قدام الناس انك بتعيطي على فراق بنتك. يعني كله تمثيل في تمثيل في تمثيل في تمثيل. تاني حاجة، ازاي حمدي حجز الفندق لما راح دبي وقال ايه هنروح نصور في دبي ونرجع وهنسيبها؟ يا جماعة طب ازاي؟ وطيارة رايح، ده ميكروباص. ده الواحد لما بيروح اسكندرية وبيرجع بيحس ان هو يعني سافر مشوار. وانت عايز تقنعني انك تروح دبي وتتصور وترجع ليه يعني؟ عندك طيارة خاصة؟ طب في حاجة اسمها ميعاد طيران. طب في حاجة اسمها، يعني مش كله يعني برضو الجمهور مش اهبل يا حمد للدرجة دي. انتوا بس بتعرفوا تعملوا شو حلو، بتعرفوا تجذبوا الناس حتى لو بتمثلوا، حتى لو كل ده تمثيل. يعني طب ما احنا بنتفرج على المسلسل وبنتأثر معاه، وبنتفرج على حلقاته وبنعيط معاه، واحنا عارفين من جوانا ان هو تمثيل. فالله اعلم هو تمثيل ولا لا، بس انا الموضوع ده مش شاغل يعني، شاغل دماغي ان هو اكيد 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 بامر الله. وانا ما عنديش يا جماعه، الله اعلم، بس انتوا احساسكم اكيد زي احساسي ان الموضوع كله فيك. ان ندى هم قعدوا مع ندى لحد ما صوروا ندى وظبطوها، ده المقلب الاولاني. وبعد كده ندى راحت معاهم المطار وسافرت معاهم، بس طبعا ما ظهرتش في الكاميرا عشان يبان ان ندى مش معاهم. بس في ناس بتقول انها لمحت ندى في المطار، في ناس بتقول ان ندى بنت معاهم في المطار. كذا فيديو نازل للناس برضو بتعمل رياكت، قالت يا جماعه ان ندى ظهرت معاهم في المطار. طيب هو اكيد كده مش معقول هيسيبوا بنتهم يا جماعه ويسافروا. فانا اللي انا حاساه ان هو ده كله فيك، بس فيك حلو، فيك جميل، فيك يخلي الناس تتفرج عليه. انا دلوقتي عارفه، حتى لو عارفه يعني الله اعلم هو فيك ولا مش فيك يا جماعه، بس ده احاسيسنا ودي مشاعرنا. حتى لو الناس عارفه ان هو تمثيل، فاحنا مستنيين الجزء الثالث برضو، وعايزين نعرف ايه اللي حصل. ما احنا بنتفرج على المسلسلات وعارفين انها تمثيل عادي. المهم ان هو محتوى حلو واحنا بنحبه وخلاص. واقول لكم مع السلامه، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه.
باي باي.